السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة يا حبايب قلبي عشان تكبر بيكم، اللي لسه مشتركش يدخل ويشترك. النهاردة كده يا حبايبي فيديو كده بقى اقول لكم بقى ايه. عايزة احكي لكم قصة حياة البطة والنتاية والذكر والبط الصغير دوت، قصة حياتهم. بصوا انا عايزة اقولها علشان هوجه كلمة شكر لحد غالي عندي وعزيز عندي قوي 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 في الفيديو ده، علشان عايزة اقول لكم يعني الحد ده هو السبب في اللي انا فيه، والسبب في الخير اللي جالي، والسبب في القناة، والسبب في النتاية والذكر دول. يعني بصراحة يعني وش السعد عليا من يوم ما يعني بصوا ما فتحت القناة الحمد لله، وشوية الطيور اللي عندي وده كله الحمد لله ولله الحمد. يعني لو فضلت أشكر فيها من هنا للسنة الجاية مش هوفيها حقها بصراحة. قبل ما نقول هي مين وأقول لكم قصة حياة البطة والنتاية والطيور اللي عندي دي كلها، دي بصوا البطة بقى. زي ما احنا شايفين صورت معاكم الفيديو اللي فات وقلنا ان هي كانت مطلعة 4. النهاردة يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله لقينا الخمسة، طلعت الخمسة. هي فرحتني وزعلتني، بس الحمد لله وبقول الحمد لله على كل شيء وقدر الله ما شاء فعل. هي عشان اول بطن ليها برضو، فلحد كده هنقول كويس جدا. وكمان في صيف وحر وكتر خير الدنيا ان هي نامت واستحملت برضو في الحر ده الرقد على البيض وكده. بصوا دي بيضه كمان طلعت حيضه اهي، رميناها. وفضل بقى الثلاث بيضات دول قلنا نجيبهم لان هي قامت وسابت البيض بصراحه. بعد ما كانت بتطلع طلعت الخمس بيضات اللي هي طلعتهم، والستة اللي ماتت دي رميناها خلاص، قلنا ربنا يعوض. وراحت قايمة وسابت الأربع بيضات دول، قلنا نفتحهم ونشوفهم خلاص، ما هي مش هتنام عليهم تاني والموضوع كده بالنسبة لها انتهى خلاص. فقلنا نطلعهم بقى نشوف كان فيهم ايه، ولا نشوفهم مكبسين ولا لأ. ونشوف هي قامت ليه وسابتهم. بصوا يا جماعة، هبه راحت جابت الاربع بيضات، اربع بيضات اللي باقيين منها دول، عشان احنا نقلناها بعيالها في مكان تاني، لان هي طبيعي خلاص قامت وسابت البيض وخلاص بقى كده. معلش يا حبايبي عذرا بقى، انا اسفه. بس فبقول لكم هي كده خلاص طبيعي ان هي قامت وسابت البيض. معلش انا اسفه، الرن ما بيحصلش الا ساعه ما نسجل الفيديو. فطلعناها. بصوا البطايه فيها، لقينا البطايه كامله مكتمله. بصوا عامله ازاي، والله انا حزنت عليهم بصراحه، حزنت على المنظر. بس هي كانت لسه عايزه شويه، بس انا ما اعرفش ايه السبب ان هي خلتها قامت وسابت البيض، وليه السبب ان البط كده مات ومات جوه البيضه وحصل له كده. بصراحه انا يعني حزنت عليهم، بس ارجع واقول الحمد لله على كل حال، وربنا يبارك في الخمسة اللي طلعوا. وبصوا منظر البطية مكتملة، بقها ورجليها وجناحاتها والريش وكل حاجة. بصوا النور عمالة تفتح في البيض وعمالين نتحسر على منظر البط والله العظيم. يعني بس ايه، يعني انا معرفش السبب ايه، ان هو كان ناقص شوية وكان عايز لسه سنة، هو كمل الشهر وكل حاجة، وسبتها نايمة عليه لحد اخر لحظة. وشلت البط الصغير اللي طلع، قلت اشيله بعيد عنها عشان تفضل نايمه ما تقومش برضو وتسيب البيض. بس انا ما اعرفش والله سابت البيض ليه. جت ست الكل ماما حبيبتي، ام اميره زي امي بالظبط يا جماعه، ستي ونعم الادب والاحترام وقمه الاخلاق والله العظيم. يعني ست ونعم الادب، عرفتها عن القناه وكانت معرفه شرف ليا. ام اميره هتلاقوها في التعليقات. بصوا زي والدتي بالظبط، وبقول لها يا ماما لاني فعلا حسيت معاها بالحنان وحسيت ان هي امي. يعني بصوا ربنا اللي يعلم والله. ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحه والعافيه يا رب العالمين. جت قالت لي يا رشا يا حبيبتي شيل البط من عند امه علشان خاطر مش مفيش حاجه تاكله ولا كده، شيليه يا بنتي يا حبيبتي، نصيحه امي ليكي، شيل البط الصغير عشان مفيش حاجه تخش تاكله. انا سمعت كلامها، ربنا يجازاها خير ويخليها ليا يا رب العالمين ويديها الصحه والعافيه كده يا رب. سمعت كلامها وشلت البط الصغير عشان خفت عليه، قلت هحطه في مكان امان لحد لما هي خلاص تقوم من على البيض، وبعد كده ابقى ايه احطه معاهم تاني. طبعا انا ما لقيت الثلاث بطات دول كده باظوا، فقلت خلاص قدر الله وما شاء فعل، مش مشكله وربنا يبارك في عمر الخمسه دول. كده كده هي لسه اول بطن ليها، والحمد لله ان هي يعني وصلت للحاله دي، يعني وصلنا لكده. بصوا هبه دخلت تصور هنا بس للاسف مش نورت الكشاف
شاف، والمكان كان مظلم عليهم لانه ما فيهوش شبابيك. وكانت هبه داخله، بصوا دي الخمسه اللي طلعت لونها ابيض عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، يعني الله ينور. شكلها تحفه. دي كانت اخر واحده بقى، نقول عليها اخر العنقود. طلع بقى خمسه اهم زي ما انتم شايفين. بس هبه للاسف هي اللي راحت صورت، عشان انا كنت في مشوار النهارده والله مع نوره بنتي. كانت بتكشف وبجهز لها العمليه قبل دخول الدراسه يعني. وطول النهار كنت بره، وجيت الشمس بصوا مش هقول لكم، دخلت البيت الساعه 6 واحنا بره من حوالي الساعه يعني 8 الصبح. فكان تعب وشقه، فما قدرتش ان انا اروح اصور والله حتى، ولا اعرف اطمن على البطه ولا حاجه. فهبه الصغيره اللي خدت مني التليفون ودخلت صورت. انا حطيتهم هنا وجبت امهم بقى، طالما كده كده قامت من على البيض، حطيتهم في المكان ده. الاوضه الصغيره دي حلوه ليهم، وقلت هسيب امهم معاهم كده اسبوع ولا 10 ايام على بال ما يتجرأوا وياكلوا كده. استقبلتهم بميه بسكر طبعا اول ما طلعوا، وبعد كده حطيت لهم تحصينات بقى، عندي ادويه وتحصينات حطيت لهم منهم. ان شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح الحال. وانا عايزه اقول لكم بقى قصه حياه الذكر والنتايه والفراخ اللي عندي والخير اللي انا يعني ان شاء الله بامر الله ربنا يزيدنا يا رب من نعيمه. وش السعد عليا اختي وحبيبه قلبي وبنتي وامي وكل حاجه ليا هبه الريس. هي يا جماعه وش السعد ادتني البطه دي وهي لسه، بص عمر يوم زي دول كده والله العظيم اديتها لي وهم لسه طالعين من البيضه زي دي كده. والذكر ربنا يبارك لها لما دي طلعت نتايه راحت مدياني الذكر، كان لسه برضو نفس العمر ونفس اللي طالع، قالت لي خديهم ان شاء الله يكون وش السعد عليكي بالخير ورقدي وطلعي منهم. وقلت طيب الحمد لله. خدتهم هم عمر حوالي 8 شهور او 9 شهور، والحمد لله ولله الحمد. ده اول انتاج خدته منهم، بشرة خير. ان شاء الله ربنا يا رب يكتر بامر الله ونكسر منهم. الروميه خدتها منها عمر يوم برضو زي البط دي، كانت صغيره، قالت لي خديها دي يا رشا وربيها، والحمد لله ربنا صلح الحال وربتها. الفراخ البياض اديتهم لي برضو هديه، قالت لي خديهم واعملي قناه عليهم وان شاء الله ربنا هيفتح في وشك. وسمعت كلامها وخدتهم وعملت كده بالفعل، والحمد لله يا رب العالمين. سمعت كلامها في الصح، هي دايما بتوجهنا للصح ودايما في ظهري كده، ودايما يا رب سند ليا وانا سند ليها ان شاء الله العمر كله. فعايزه اقول لكم ان هي وش السعد عليا هبه الريس في كل حاجه، في الطير في البط في الاحفاد الصغيرين اللي جم دول. فانا عشان كده بحكي لكم قصه حياه البطه وقصه حياه الذكر والروميه والطير اللي عندي والقناه وكل حاجه. كانت هبه وش السعد عليا، وهي اللي شجعتني لكده. ولما احبطت في القناه وقابلتني مشكله وجت قالت لي كملي وما يهمكيش من اي حد، ولسه ياما هتشوفي وهتقابلي وفضل من ربنا الحمد لله. وبعدها انتوا وقفتوا معايا في القناه وشجعتوني وخليتوني ان انا اكمل، فالحمد لله بقول الحمد لله يا رب العالمين، والحمد لله دائما وابدا، والحمد لله في السراء والضراء. وبحمد ربنا على كل حال، وبشكركم جميعا وبشكركم كلكم على وقفتكم معايا، وبشكر هبه كتير قوي قوي على وقفتها وجنبي وعلى تشجيعها ليا، وعلى ان هي بصوا اي حاجه ما تستخسرهاش فيا ولا في اي حد والله العظيم. ربنا يكرمها وربنا يجازيها خير، وربنا يا رب يديها الصحه ويبارك لها في اولادها ويسعدهم يا رب العالمين. واشوفها قد الدنيا كلها. دي اختي وحبيبتي، وبص عايزه اقول لكم كده زي توامي. بصوا توامي، احنا مش توأم بس انا بعتبرها توامي، لان احنا الاثنين فاهمين بعض لدرجه ان احنا بصوا نعتبر روح واحده بس يعني. الحمد لله يا رب العالمين، ربنا يخليها لي وربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها يا رب. ادي بدايه المشروع وبدايه الفرحه، وان شاء الله اكبر بالطيور واكبر بالمشروع، وتكون هي يا رب ان شاء الله واقفه جنبي ومعايا وفي ظهري وانا معاها كده يا رب العالمين، ساندين بعض دايما يا رب، سند لبعض العمر كله يا رب العالمين. فالحمد لله يا رب. بصوا كمان الاضاءه بس مخليه البط مش باين، بس ان شاء الله انا بس افوق من موضوع بنتي بس والعمليه اللي انا داخله اعملها لها. ادعوا لها ربنا يقومها نوره بالسلامه ويكمل لها على خير يا رب العالمين ان شاء الله. انا بكره هروح اعمل لها التحاليل والحاجات اللي لازمه في باقي العمليه والاشعاعات، وان شاء الله الاسبوع الجاي تدخل عمليه على خير قبل دراستها عشان هي في ثانيه ثانوي. دروسها هتبدا في شهر 9، فانا عايزه انجز في الموضوع عشان ربنا يسهل الحال وتقوم لي بالف خير وسلامه يا رب، وتفوق لدروسها ودنيتها بقى يا رب العالمين. دعواتكم ليها يا جماعه، وادعوا لها ان هي ربنا يا رب يقومها بالسلامه ويعدي الموضوع على خير ان شاء الله. فهفوق وهصور انا عشان بس التصوير معلش ضلمه، وهعرف انا ان شاء الله اصور لكم بقى وابقى معاكم اول باول ان شاء الله. بس اعذروني بس في الايام اللي جايه دي، وربنا يسهل الحل لينا وليكم يا رب العالمين.